بيحب حشتها لا بيفوت. ايوه هي مصيبه ان هو ما كب على الدقيق على طول عليه كب عشان يبقى خير. لسه ما اتحلاش حط اللي حطي طابق حطي طابق حطي طابق حطي طابق ما تخافيش. بس كده عشان الخميره. ما تحط كوب كده. حط حلل معاها. هتحمل لك هنا جوه بس مش يا بنتي الحله تحسي انه ذبيحه ذبيحه اوعدك. ده بيفور على طول فانت تاخدي الفوره بتاعتك. بدينا انا من تحت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا كلكم شفتوا بدايه الفيديو، انا عن نفسي اتصدمت. المنظر كان ما اقولكمش الخميره وهي بتفور، طريقه بسكوت عجين فظيعه بجد بجد بجد، غريبه وجديده وادت كميه كبيره. شايفين كل الكميه اللي قدامكم دي؟ ما شاء الله الله اكبر، من 30 بيضه بس. دي كرتونه بيض بس هي اللي عاملين منها كميه البسكوت الكبيره جدا دي بطريقه حلوه خالص. صح كل بلد ولها طريقتها، بس بجد بجد عجبتني جدا. بصوا البسكوته طالعه مقرمشه ازاي وحلوه ازاي، وطعمها كان بجد بجد حلو خالص وموفر جدا 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 جدا. فعلا ده بسكوت فرح بجد. ادى كميه كبيره جدا وما خدش وقت في عجينه برضو. النشادر وهي كانت بتفور، طريقه الفوران والعجين كانت غريبه بس بجد عجبتني. وانا ان شاء الله هعمل لكم مقدار صغير خالص بنفس الطريقه دي وهنزله لكم على القناه، بس تستمتعوا بشكل البسكوت البادي بالظبط زي ما انا بعمله. بس انا ما بستعملش بالطريقه دي. بص الجمال وبص الحلاوه، ده بيعملوه في الافراح. طبعا كانت اللمه حلوه والبنات الله اكبر. ربنا يفرح كل بنت يا رب ويسطر بناتنا جميعا. كان فعلا اجواء حلوه خالص. طريقه العجين كانت سهله، والعجينه كانت سهله نازله جدا بالمكنه بسهوله زيه زي اي بسكوت انت بتعجنيه. بس هو البسكوته كانت طالعه ماسكه نفسها حلوه خالص، والطريقه جميله جدا بصراحه، عجبتني خالص خالص خالص. وان شاء الله انا حاطه في الوصف المكونات الطريقه بالظبط. شوف العجينه سلسه ازاي معاهم وجميله. الكميه اللي اخدوها عملوا 30 بيضه تمام وزاره، وحطوا عليها نص كيلو نشادر، واستعملوا بقى حاجه تانية اللبن. عجنوا البسكوت ده بلبن. حطوا 2 كيلو لبن، كيلو لبن حطوه معاه عجنوا بيه. هو اللي زود طبعا الماده السائله كده زادت مع البيض والسكر، والسكر كان حوالي 3 كيلو. طبعا كميه اكبر لان كده هو هياخد لك كميه دقيق اكتر. بس كان طلعت البسكوته جميله جدا اكنك بالظبط عاملاه ببيض خالص، مش حاطه فيه اي مكونات تاني، وطعمه تحفه وكان سهل جدا بجد بجد. هو ده بسكوت الفرح اللي يلم ويجمع ويبارك يا رب وربنا يتمم بخير. بص هو بيطيب حاجه كده روعه الله اكبر ما شاء الله. بصوا صينيه داخله وصينيه طالعه، وكان بصراحه ما اخدش وقت خالص وطلع كميه الله اكبر الله اكبر عليها. كانت كميه حلوه خالص، وطريقه العجين كانت جميله بجد. انا عن نفسي لما شفتهم هما بيعملوا الحركه دي صدمت في الاول وتخيلت. بصوا هما بيعجنوا بايديهم مش بالمضرب ولا حاجه، وكان كل اللي عملوه حطوا البيض وجزء من السكر، يعني حوالي 6 بيضات 7 بيضات مرة واحدة في الخلاط، وبدأوا يضربوا لحد ما خلصوا كمية السكر وكمية اللبن وكمية السكر وكمية البيض بالخلاط عادي، ومالوا الطبق ده زي ما انتم شايفين. هما كده بيدوبوا باقي اثر للسكر من تحت. البنات شغالين ضرب فيه علشان يبقى ما فيش اي اثر للسكر خالص. بعد ما عملوا كده حطوا سمنة، مقدارهم عندهم هنا يسموه الرطل، يعني حوالي نص كيلو سمنة، نص كيلو سمنة سايحة حطوه. ما حطوا معيارين منه تمام. وبدأوا يقلبوه كده مع بعضيهم. بصوا اهو، اول ما حسوا ان مفيش سكر في قعر الطبق من تحت، بدأوا ينزلوا اللبن زي ما قلت لكم كيلو لبن تمام، وحطوا عليه نص كيلو نشادر. اللبن كان دافي. عملية الفوران اللي انتوا هتشوفوها تاني دلوقتي كانت بجد بجد مبهرة جدا، وده اللي بيدي نجاح للبسكوتة معاهم، وكانت بتطلع بالجرمشة دي اطعم من اي بسكوت جاهز بره بجد. هما جالوا سألتهم سؤال، هو انتوا ليه بتخلوا البسكوتة مجرمشة ودايسين عليها في التطيب؟ بصوا عملية الفوران اللي حصلت
اللي اتفرجتوا عليها في اول فيديو هيبصوا حاجه كده. هما ليه بيقولوا يلا 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 لازم ننزل بالدقيق؟ الدقيق ما كانش متحلل كله، فهم يا دوبك ايه لحقوه بس بطبق دقيق، وبعد كده حللوا الدقيق ونزلوا بيه واحده واحده. اكتر من بنت ما شاء الله بتعجن. هما كده في الافراح بيحب اللمه وبيحب العيله. اهو بدأوا حبه حبه، تحس ان هو عيش، لكن بالعكس ده طلع بسكوت رهيب بجد. اهو حبه حبه نازلين بالدقيق ما شاء الله. انا عجبتني جدا الطريقه، وان شاء الله هنزل لكم مقدار صغير عشان تعملوه بجد في البيت ويوفر منكم. من بيضتين تعملوا 5 كيلو بسكوت، تخيلي. لان انا بجد شفت الكميه اللي كانت طالعه من الكرتونه دي بس كبيره. هما كده عملوا خلوا الماده سايله كتير، فاستعملوا دقيق اكتر، فادهم الكميه دي وبنفس طعم وجوده لو انت هتعجنيه بسكوت بس ببيض بس. بصي اهو ما شاء الله. هما كده وفروا في البيت كتير وادى الكمية الحلوة دي. طبعا كانت لحظات حلوة، ضحك وهزار وفرح، ربنا يدوم على الناس. انا ما حبيتش اسمعكم الصوت لان انتوا كنتوا هتضحكوا كتير. انا اكتفيت بس ان انتوا تركزوا في العجين، لان الطريقة بجد تستحق ان هي تتجرب. كل بلد صح وليها طريقتها. اهو ما شاء الله العجينة سلسة جدا حلوة خالص. اهو الله اكبر. كده بيخلصوا ايديهم من العجين. ما شاء الله. ما بعد بيجيبوه طبعا طارق كان عايز دقيق تاني، بس هما ما بيوزنوش الدقيق، هما بيحطوا حسب الطلب، يعني ايه متعودين وخبرة فبيعرفوا من الملمس. لكن انا هجيب لك الطريقة بالظبط